اسم النهارده هيعرف حضرتك ان الفرص عمرها ما بتخلص، وان الفقر ليه نهايه، وان الضيق مصيره يجي يوم ويتسع، وان العسر دايما معاه يسر، وان الشر او الاذى عمره ما بيكمل، الخير هو اللي بيظهر في الاخر. اسم النهارده انا عشته في حياتي في مشاهد كتير جدا، ويمكن بعيشه يوميا. شفت العربيه اللي نفسك فيها؟ انزل كده الشارع وشوف في منها كام، بلاش خش على النت كده واعمل سيرش وشوف الشركه المصنعه ليها صنعت كام عربيه منها السنين اللي فاتت دي. طب شفت البيت اللي نفسك فيه في منه كام بيت زيه؟ يعني شقه، انت عايز شقه كام؟ يعني 100 متر، 150، 200 متر، او حتى فيلا، في كام فيلا موجوده من الفيلا اللي انت نفسك فيها؟ طب الرقم اللي انت عايزه في الشهر، في كام انسان على وجه الارض بياخد زيه واكتر؟ كل الحاجات دي ما بتلفتش انتباهك لشيء؟ مش تحس ان هي بتقول لك كده ان الاله اللي انت بتعبده واسع وعنده وسع في كل شيء، واللي نفسك فيه هو موجود اصلا، لان الله واسع عليم ورحمته وسعت كل شيء. ولما اجي اقول لك رحمته وسعت كل شيء، ببقى عايز اقول لك انك لما تروح في وسعه، لان الله واسع، تقدر تقول ان هو لا نهايه له، وكل رزقه ان هذا رزقنا ما له من نفاد، لا نهايه له. فلو الدنيا ضيقه معاك والفرص قليله، ادعيه باسمه الواسع، يا واسع وسعها عليا، وادعيه بالاخص في الشيء بالظبط. بلاش الادعيه العامه، بلاش الادعيه اللي اللسان بيقولها والقلب مش حاضر. بلاش اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. جميل، دعاء عظيم جدا، بس اجمل ما في الدعاء ان قلبك هو اللي يقوله مش لسانك، لانه كل ما قلبك اتصل بالواسع كل ما هتشوف الوسع في حياتك. ان سبب الضيق او سبب من اهم اسباب الضيق هو ان احنا لا نقدر الله قدره. فلو احنا تعاملنا مع الخالق على انه واسع وهو موسع على اهل الارض كلهم، هتلاقي انك هتتعامل بالوسع ده، فمش هتبخل ومش هتضيق الدنيا على اللي حواليك، ومش هتضيق الدنيا على نفسك. لانه ولله المثل الاعلى، لو انت قعدت كده او تعزمت عند حد غني قوي جدا وهو عامل اوبن بوفيه، يعني اللي هو الاكل المفتوح ده او البوفيه المفتوح، هتاكل بحذر ولا عادي براحتك بقى؟ ما الراجل عنده وسع، عنده متسع من الرزق، عنده سعه من الرزق. فكذلك لما تؤمن باسم الله الواسع هتلاقي نفسك بتنفق صح، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. بالعقل يعني هتلاقي نفسك بتتعامل مع اللي حواليك بوسع، وسع حتى في المشاعر، وسع حتى في الرحمة بيهم، وسع حتى في المعلومات اللي انت بتديها لهم، وسع حتى في الأمور المالية ما بينك وما بينهم، تكونش مضايقها قوي يعني، إلا لو انت مضطر، إلا لو انت عندك وضع اضطراري يعني. فاسم الله الواسع لما تفهمه صح هتحس ان حلمك اللي كان ضيق عليك بقى واسع عادي يعني. احيانا بنشوف احلامنا، شوف احنا صغيرين قوي كده واحلامنا كبيره قوي، احلامنا تلتهمنا، وده للاسف عمره ما بيحقق الحلم او الحاجه اللي نفسك فيها. هتبتدي تحقق حلمك لما انت تبقى كبير وحلمك هو اللي صغير. فعشان توصل للصفه دي لازم تعرف اسم الله الواسع، فتحس ان انت من سعته انت بقيت واسع. فكل حلم مهما كبر الله اكبر، وكل شيء مهما عظم فالله اعظم واعظم. فباسم الله الواسع نقول له يا واسع الفضل، يا واسع الرحمه، يا واسع العطاء، يا واسع المغفره، يا واسع الرزق، وسع علينا كل حاجه في حياتنا. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من اسماء واثرياء. سلام.